قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الروح حياة الجسد، والقرآن حياة القلب، وقلب لا قرآن فيه فهو ميت. تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامك. للقرآن أسرار، والملك لا يفشي أسراره لكل أحد، فكن من خاصة الملك ليطلعك على شيء من أسرار كلامه. به الأرواح تصفو كالغمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك. وقفتنا اليوم مع آية مباركة من الجزء الثالث من كتاب الله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا في مطلعها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات. وهذه الآية المباركة تدلك على أمر عظيم وجليل، أن البشر كافة، مسلمهم وكافرهم، قد فطروا على حب الشهوات، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. زين للناس أي غرست في نفوسهم وفطروا على حب الشهوات، لكن الله عز وجل أراد امتحانهم بهذا الابتلاء العظيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فطرت القلوب والنفوس على حب الشهوة وحب الدعة والراحة والركون إلى الدنيا، لكن الله جل وعلا أراد من العبد المؤمن أن يختبره هل يركن إلى هذه الملذات وينسى اللذة أو النعيم المقيم في جنات رب العالمين. أراد منه سبحانه وتعالى أن يمتحن في هذه الدنيا بحقيقة الإيمان التي يدعيها العبد. هذه الصفة التي غرست في القلوب وهي حب الشهوة هي على سبيل الإخبار، وليست على سبيل الذم إلا في حال صرفها في المحرمات. لكن الله عز وجل لا يلوم العبد سواء كان مؤمنا، سواء كان صغيرا بالغا أو غير ذلك، لا يلام حينما يحب الشهوة أو يحب المال، كما قال ربنا: وتحبون المال حبا جما. لكن المقصود أو المذموم في ذلك حينما يريد العبد أن يستغل هذه الشهوة في المحرمات أو أن يصرفها في الملذات الفانيات. العبد مهما بلغ عمره ومهما بلغ سنه هو مفطور على هذه الأمور، فلذا قرر ربنا جل وعلا أو ذكر صورا من صور هذه الملذات التي يحبها العبد في دنياه، فذكر منها الشهوات: النساء والمال والخيل والحرث. وهذه أنواع هي من أكثر الأنواع اليوم ارتباطا بحياة الناس. سنقف مع هذه الملذات أو أنواعها وصورها بعد هذا الفاصل بإذن الله. زين للناس حب الشهوات من النساء. لاحظ كيف بدأ بالنساء، لأن في ذلك مصداقا أو جاء ذلك مصداقا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذات الأمر أيضا يعترف بهذه البشرية للعبد، فيقول: حبب إلي من دنياكم
النساء والطيب. إذا كان حب الإنسان أو حب الرجل للزواج وللنساء بداعي التكاثر والإعفاف والإنجاب الأولاد الصالحين فهذا محمود، لكن إن كان يصرف ذلك في الحرام فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز للإنسان. ثم قال بعدها من النساء والبنين، وهذا أمر فطرت عليه القلوب أن الإنسان يحب أن يكثر أمواله وأولاده وأن يتفاخر ببنيه، كما قال جل وعلا محذرا عباده: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وفي هذا نص على أو تخصيص للمال والبنون لأنهما من أكثر ما يشغل الإنسان، وقد جاء ذلك على لسان النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه حينما قال: الأولاد مجبنة مبخلة يدفعون بالوالدهم إلى الجبن عند اللقاء والبخل في الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. لكن إن كان أيضا داعي التكاثر في الأولاد بداعي الأبناء الصالحين مع الاستطاعة على تربيتهم وتوجيههم في سبل الخير فهذا أيضا محمود، كما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنس رضوان الله تعالى عليه حينما قال: اللهم أكثر ماله وولده. يقول أنس: فبلغت أو بلغ أولادي 100 ونيفا، يعني فوق 100 ببضع، يعني بأكثر من 100، وأصبح أمواله وأرزاقه يعني حتى بعض نخيله وثمره يثمر مرتين في العام. قال الله بعد ذلك: والقناطير المقنطرة، وهذا كناية على المبالغة في المال، وقد جاء خلاف في عدد في مقدار القنطار، ولكن المقصود أنه التفاخر بكثرة الأموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ثم قال: والخيل المسومة، أي التي فيها الغرة والتحجيل، الخيل الغالية النفيسة، والأنعام والحرث، الأنعام المعروفة من الإبل والغنم والبقر. ثم قال: والحرث من المزارع، واليوم كما يسمى بالاستراحات والنخيل والأراضي. فنص الله عز وجل عليها، ويندرج تحتها ما يشغل الإنسان من الأموال وغيرها من ملذات الدنيا. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: ذلك، يعني هذه الصور التي قدمتها لكم، ذلك متاع الحياة الدنيا، أي أن كل ذلك هو من المتاع الفاني الزائل الذي يتلذذ به العبد فقط في الدنيا، ولكن لا يبقى معه في الآخرة إلا لمن أحسن النية والقصد لوجه الله عز وجل. فقد يكون كثرة الأموال سبب لدخولك الجنة، كما كان عثمان مثلا رضي الله تعالى عنه، هو من أكثر الصحابة ثراء، وكان ثراؤه سببا لدخوله الجنة حينما جهز جيش العسرة، وقد مدحه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أيها الأكارم، الشريعة جاءت لتنظيم الغرائز لا لكبتها، فحب الإنسان للمال أو للشهوة أو للزواج أو للنسل من الأولاد والبنين أو لحب الجاه ليس مذموما لذاته، لكنه مذموما لما يأتي بعده من ربما ممارسات مذمومة أو خاطئة. أن يريد الإنسان أن يحصل على الجاه ليتفوق على الآخرين أو ليتسلط عليهم، يريد أن يكثر ماله ليستخدمه أو يصرفه في الحرام، يريد أن مثلا يتعلق بالنساء الصور المذمومة أو المحرمة. لكن أن يأتي الإنسان فينظم هذه الممارسات بالزواج الشرعي، التوازن في الإنجاب مع القدرة على تربيتهم والإنفاق عليهم، لا شك أن الشريعة جاءت بمدح صانع هذا الأمر. وخذ على ذلك مثالا كما أسلفنا: عثمان رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، غيرهم، سعد بن معاذ، كانوا الحقيقة من أثرياء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، واستطاعوا بأموالهم أو كانت أموالهم سببا لدخولهم الجنة ولسبقهم في الدين ولرعاية حوائج المسلمين، سواء من الأنصار أو من المهاجرين أو من فقراء الصحابة من أهل الصفة وغيرهم، ولتجهيز الجيوش في سبيل الله جل وعلا، وإطعام المساكين والإنفاق على الفقراء والمحتاجين. هذه لا شك أنها امتداد
لرؤية الشريعة العامة في توجيه هذه الغرائز. الإنسان بطبيعته يحب الدنيا، وهذا أمر لا شك قد فطر عليه البشر، لكن المؤمن يسير في هذه الدنيا بمعيار أن يعمل في الدنيا كأنه يعيش أبدا، ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا، كما جاء عن بعض السلف: يعمل ويجد ويجتهد ويتوظف ويسعى في الرزق كأنه يعيش للأبد، ويعمل للآخرة كأنه يموت غدا، بل كأنه يموت هذه اللحظة. فهذا أيضا يعطيك شيئا من التوازن، أن تعمر الأرض وأن تسعى في خدمة العباد والبلاد، وفي ذات الوقت أن تحرص على الصف الأول والطاعة وحب الخير للآخرين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل قلوبنا متعلقة بذكره وشكره وحسن عبادته. ألقاكم في حلقة قادمة وأنتم على خير إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الروح حياة الجسد، والقرآن حياة القلب، وقلب لا قرآن فيه فهو ميت. تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب